درا من أخو خزيانا خبيوه وهدية دخ أمرخا أهم فقرة إلى صباح الدين محور إديو أو باور منن راح يكون معنا الكابتن خالد محمد مدرب كلاب الكوارث. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك كابتن. الله يخليك. شلونك؟ زين إن شاء الله. الحمد لله طبعا بخير. شكرا نورتنا. الله يخليك. الاستوديو بقناتك قناة العراق. الله يخليك منور بوجودكم إن شاء الله. أستاذ وموضوعنا اليوم متشعب هواية على الكلاب وخاصة بالآونة الأخيرة شفنا هواية كلاب أكو وهواية الناس اتجهت إلى هذا الموضوع بالتدريب هم. نريد نعرف كأني مواطن عادي يعني مو أعرف بالكلاب شلون إذا أخذ الكلب شلون أقدر أدربه هاي كمواطن وكمدرب شلون يدرب؟ هل نفس التدريب لو يختلف؟ بالنسبة كمواطن كمربي مثل يروح يشتري حيوان ويقتني حيبدي التدريب الأساسيات مالته على الفطرة اللي يقدر عليه يتعلم من عنده يقدر يدربه بعض الأساسيات بس ما يقدر مثل المدرب اللي هو يسوي له الأساس الصحيح طريقة التدريب الصحيحة طريقة الهجوم اللي صحيحة. هو راح كالمربي من يقتني الكلب ما راح يعطيه اختصاصه هو راح يعلم على الفطرة اللي هو يعرفها وزائد انت تلقاه يدخل على الفيس او على اليوتيوب ياخذ بعض الحركات بس ما يتقنها مثل المدرب. صح هو زين المدرب شلون يتقن التدريبات للكلاب؟ دورات تدريبية يدخل يكون مدرب. بس دورات تدريبية استاذ لو اكو غير شلون ما تجي هو كفطرة عنده بهاي يعني تقريبا شلون نقدر نعتبرها موهبه بالتدريب؟ موهبه مو كل واحد يقدر يدرب الكلاب صح ولا لا؟ هسه كاني من تجي علي يعني من 2006 ولا مدرب دربني ولا واحد علمني. انا علمت نفسي وطورت نفسي. لان انت حبيت هاي الشغله؟ انا حبيتها اي وظليت اقتني كلب جيرمن شيبر هجين اسمه رودي وبديت اشتغل وياه تريننج تدريبات لحد ما طورت نفسي تعودت. زين انواع الكلاب تعتمد على التدريبات مثلا ندخل ككيناين. هل انواع اكو نوع خاص للكيناين لو عادي اي كلب؟ اكو نوع خاص اللي هي كلاب جيرمن شيبر الورك لاين اللي ظهرها عادل ما يكون الشو لاين اللي هو يكون ظهره نازل ولا اللونج هير لان ما يتحملون كلاب مو عمل لان شو لاين مال استعراض اللي يكون ظهره عدل واملس ورك لاين جيرمن شيبر ورك لاين يكون هذا. ونجي على الكلاب المالينو همينه تشتغل. انا شايف هواي مالينو هم مالينو كلب كلش قوي صاحب لياقه بدنيه وحيوان عسكري. افضل كلب هسه حاليا بالعالم هو المالينو اللي يصلح الكيناي. جميع الوسائل التدريب دا يستجيبها. يعني موضوع هسه الكيناي كتدريبه هو يعتمد على وحشيه الكلب لو لا؟ ما يعتمد على الوحشيه، الكيناي يعتمد على الشم. على الشم يعني تدريب متفجرات تعمم الشممه متفجرات، تدريب مخدرات يسمى مخدرات. كوحشيه لا اكو كيناي باترول يسموه كلاب الدوريه مال المطارده اللي هي طاعه وشراسه اللي هو مثل مطارده المجرمين. مثل شلون تختار الكلب من هو بوبي صغير تختار شم تختار شراسه. تشوفه اذا تعطيه مثل هو صغير تلقاه يعضعض بالوصله يعضعض بعضاضه تشمر له اكو عضاضه واكو طوبه. اللي شمرت له الطوبه راح عليه واللي شمرت له العضاضه ظل يسوي بيها هذا يشتغل عض يعني شراسه. اللي يحب الطوبه يتعلق بها يشتغل شم. اي انا بصراحه احكي لك اياها غير انا قبل كان عندي كان قبل ماكو هاي الاسامي كان اكو وولف دوغ دوبرمان يعني هاي الاشياء اللي كانت موجوده كايامنا يعني مثلا. هو حتى فاشتريت بوقتها اخذت وولف دوغ كان ميني صغير فبقى كبر يمي وراها جبت هم وولف دوغ بس يعني كنت اعرف اني اسمه وولف كان بيجي وظهر اسود. كان عندي قديم كان اسود كله اللي يطلقون عليه وولف دوغ هو مو وولف دوغ جيرمن شيبرد. هو جيرمن وولف دوغ يعني معناته كلب الذئب. ذئب الزاوج كلبه يطلع وولف دوغ. صح هي وراها صار عندي 7 كلاب صارت هوسه. بس بوقتها استاذ ما شفت من عنده او من كل اللي كان عندي ما شفت من عندهم متجهين الى شخص يعني شغله يعني ما اعرف انا ما كان عندي هل الفكر كتدريب اريد اعرف هذا شنو
الفئه مالته او لا هذا شنو الفئه مالته ما اعرف يعني. ما تعرف تستخرج التريننج اللي بداخله، ما تعرف شلون توصل له رساله بين انا اريد من عندك تدريب وهو يريد من عندك اوامر. زين شلون راح اعرف اني هذا عن طريقه لغه البودي لانجوج، لغه الجسد الكلاب، عن طريق مثل شوف اكو كلاب عندها حركات فطريه من تلزم الطاسه مال الاكل هو راسا تلقائيا قاعد قبالك. هاي يعني تجي عندك كلاب فطريه من تلزم الطاسه مال الاكل راسا قاعد قبالك، او من تلزم له فد عضاضه او طوبه راسا قاعد قبالك، قاعد يقول لك ينتظر الامر او تشمر له اياه او يروح يجيبها او ياخذها من عندك. هاي على الفطره. صح. فانت لازم من طريقه معايشه ويا الكلاب تبدي انت تفهم اللغه مالتهم هو شو يريد. جوعان، اكو نبحه مال هجوم، اكو نبحه تحذيريه، اكو نبحه يريد يطلع من القفص يسوي بريك يعني يقضي حاجته، اكو نبحه ينبهك راح يصير شيء. فلازم اثناء الممارسه ويا الحيوان تعرفها، وزائد اكو دورات تدخل عليه تتعلم من الهاي. اي هسه حاليا اكو دورات، اكو واحد يدخل يوتيوب يشوف، اكو يوتيوب، يعني اكو وايد انفتاح، هوايه كابتنيه يحجون ويشرحون على هالموضوع. هي. يعني انا قبل ما كان اكو هذا الموضوع، لا بس انت هسه من خلال كلامك من قلت يوقف ينتظر وهذا، فذكرت صح كانت عده هاي الاشياء بدون ما نعلمه ولا على الفطره، هو بس تلزم الطاسه قاعد قبالك. صح. انا اتذكر هاي الاحداث اللي كانت تصير انا وياه، بس كانت بصراحه ما عندنا هاي الثقافه مال صح تربيه الكلاب. صح. هسه الثقافه اختلفت، كانت ماكو هاي الثقافه. بالاواني الاخيره كنت اسوي تجمعات، بديت اوسعها، يعني بدت هاي الثقافه تتوسع هوايه، لان انا التجمع مالتي اول تجمع بالوطن العربي كنت اسوي على ونواس محاضرات دورات تدريبيه مجانا، واشرح للعالم طريقه اقتناء الكلاب وشنو الاستفاده من عندها وشلون طريقه الربط وعلاجاتها، وياي كادر دكاتره همينه بالتجمع يجون، وراها توسعت هاي المجال. هو هاي الثقافه كلش مهمه طبعا، أكيد. لان هو مو بس تجيب الكلب بالبيت لا. وخلاص شمارته اذا بالسطح او ذبيته بالحديقه بقفص، لا. بالعكس انت تنهي حياته هذا الحيوان مثلا. حتحدد مكانه، لان هو الكلاب مثل الرام مفتوح، كل شيء يستوعب، كل شيء يشتغل. صح. زين كابتن، التدريبات نرجع على الكيناين، انت توقفت على هذا المرحله من التدريبات لو طورت نفسك؟ لا انا طورت نفسي. بدايه التدريب تعلمت اوامر طاعه، وراها تعلمت طاعه وشراسه، وراها طورت نفسي. اكو شيء اسمه كلاب بودي جارد، حارس شخصي. فقمت اشتغل على تدريب الحراسه الشخصيه، طورت نفسي بيها. يمشي وياي، ما له علاقه بالعالم، ما له علاقه بالحيوانات بالشارع. بس تتعرض المساله راسا هو تلقائيا يدافع بدون اوردر. وراها طورت نفسي، يعني وصلت طاعه وشراسه وبودي جارد. ما احب ابقى بنفس التدريب، احب اطور نفسي. حلو. وراها دربت كلب مال الشارع على كشف العمله المزوره، يعرف هاي حقيقيه هاي مزوره. وراها تعديتها، دربت كلاب البحث عن المفقودين مال التتبع الاثار، اما الاثر اشتغلت همينه، وعندي مشاركات بها مال اماره ساحه الواثق اللي هي انهارت، اتصال بي فريق الدفاع المدني ورحت طلعت 3 جثث. عمارة العطور مال الوزيريه همينه اللي احترقت، همينه طلعت من هناك جثث. ووراها استمريت مكتب رئيس الوزراء دزوني سوريا بحلب، ضربوا من الزلزال، رحت هناك السفير السوري نطاني طياره على حساب السفاره السوريه، ذهاب ويا بقيت بمدينه حلب، طلعت الجثث ورجعت. زين كابتن، من تطلع الجثث ينطوك يعني شغله خاصه للجثه، مثلا هدوم او هذا؟ برعت الملابس، ملابس، الملابس بس تشممها للكلب؟ هو اذا كان اكو شخص مثل التدريب البحث عن المفقودين والجثث، تجي 2 ممكن اكو نقول مبنى انهار، اذا اجى الكلب ينبح اقول لك شخص حي، اذا سوى سيرش يعني جثه، فيعطيك شرطين: الدربه عن النباح، اذا اكو جثه يقول لك
انا في سبيل لحق اطلعها، واذا يحفر يعني متوفي. نرجع كابتن على الموضوع التدريب مال انت هذا شخص حي ينبح، شلون تعرفه للكلب حتى ينبح؟ شلون تفهمه؟ يعني هاي اللغه صعبه ترى. يعني هسه انت تتكلم بصوره بسيطه يعني، بس هو صعب. من هسه من دا افكر بالموضوع لا شيء صعب، هذا مو سهل. كله صعب. يعني الدرب الكلب يميز بين الروائح اللي هي متوفايه بين الروائح الحيه. يعني هسه عندي الكلب مالتي اسمه كارلوس، مثل اكو واحد سبق عندنا طفل بمرض توحد طلع من البيت، فهذا شو تسوي؟ من يطلع من البيت طلع بعد ما رجع، فاجوا علي قالوا انت عندك كلاب مدربه؟ قلت لهم ما يخالف، بس اريد الملابس مالته. شممت الملابس مالته وحددت المكان مالته ورحنا جبناه. طريقه التدريب شلون تشتغل عليها؟ تشتغل على الملابس، على ريحه الملابس، اللي هو يستوي لك تتبع الاثر مال الشخص، يلقاها، لان كلها مسامات وتطلع من عندها روائح، فتبقى الحيوان عنده حاسه الشم قويه فيلتقطها هاي الريحه. زين كابتن، هذا التدريب ايش قد يستمر من الوقت حتى توصل هالمرحله؟ التدريب مال البحث عن المفقودين طول سنه. سنه مستمر؟ سنه مستمر، يلا تقدر توصل لهذا التدريب. انا صار عندي اخر كلب دا اشتغل وياه تدريب خلصته، ويعني حققت بانجازاته وهو يطلع الجثث. صار لي سنتين دا استمر وياه ولحد الان اشتغل وياه. ولحد الان انت مستمر بتدريبه بهذا الموضوع حتى لا ينسى؟ لا ينسى. لان الحيوان من تتركه بالتريننج ما تقوم تسوي له تدريب ينسى، يقوم يخربط. زين الكينان ايش قد يطول المتفجرات والمخدرات هاي الاشياء؟ ما يطول 3 اشهر. سهل ترى يعني. سهل مو صعب. كيناي متفجرات ومخدرات تدريب لا شيء. طبعا جدا سهل. من تتكلم على المفقودين البحث عن المفقودين كله صعب، تتبع الاثار بعد اصعب. يعني تفقد الاثر، انت من شخص طلع بعد ما رجع، شلون حتحدد مصيره؟ هاي شلون صعب. تجيب لك حيوان تقعد تشتغل عليه، تجيب لك ملابس، تقعد تجيب لك اشخاص، استعير باشخاص واروح اخبيهم بمكان واشمم القطعه مال الملابس مالته واطلقه اقول له سيرش، هو يروح يبحث. ما لي علاقه به الحيوان، ما اعطيه اوردرات مثل باقي الاوامر طاعه سيد دام، لا ما لي علاقه به. اعطيه سيرش، هو يروح، هو يتبع لي انا عليه، هو انا شنو علي لما يوصل الهدف. مثل وصلنا لهدف معين، مثل لقينا قطعه مال ملابس، حيعطيني اشاره بالنباح، يقول لي اكو اثر هنا، اخلي عليه علم اشاره، اكمل وين لحد ما يوصل للهدف انتهى، هو هذا مكان الشخص اللي هو مستخبي بيه، طلع لي الاثر. من يوصل يم المكان المستخبي بيه يقوم يعطيني نباحه، يعني اكو شخص داخل المكان من هنا. هاي تعرف على الريحه مالته. هاي صدق. واذا يعني تريد مثل حلقه، اسوي حلقه قادمه اجيب لكم اياه، عندك مساحه كبيره اسوي لك اياها عملي. يصدق يعني اتمنى هذا الموضوع اكيد. يعني من نتكلم بالموضوع، موضوع يمكن الكلام سهل بس الفعل صعب. بس تعال نطبقه على الواقع، على الساحه، لا هذا الشيء. وانا حاليا دا جثه طلعت يعني يمكن انا دا اقول لك صعب هذا، يعني يمكن كان عندي وجربت، بس ما مجرب انا صحيح تدريبات، يعني ما جاب بالي. يعني احنا كنا قبل مثلا الكلب نجيبه للبيت هو حراسه يبقى بالبيت وها هي، بس ما كان عندنا نرجع على ثقافه تربيه الكلاب وتربيه القطط وغير الحيوانات. ما كان عندنا هاي الثقافه وهالتطور وهالافكار شلون ما نقول السوق. من تنزل مثلا هسه العيادات وهاي تلقى اشياء يعني اشياء كلش حلوه، اكسسوارات وهذا تخليك يعني انت تشوفها، يعني يعني لك واهس تجني هيك شغله حتى تشتري هاي الاشياء. قبل ما كان اكو، لا ماكو، ما موجود هذا الشيء، ماكو، ما كان اكو هذا الموضوع. زين احنا نرجع على يعني دا اشوف اصعب شيء اذا واحد غرق. هذا شلون شيء. يعني الحالات اللي هي اللي غرقوا الحالات اللي دائما يتصلون علي اروح اطلعها بالشط.
نجي شلون نعرف؟ نرجع على الاساس نرجع على شم الملابس. شم الملابس مشى بالطريق مثلا قصدك هم؟ راح يوقف؟ هسه انا راح ابسط لك، انا اريد اوصل لها، اوصل لك الصوره لك وللمشاهد. تمام. مثل اتصلوا عليه قالوا لك واحد غرقان، الغرقان ايش راح يسوي من يريد ينزل للشط؟ راح يذب ملابسه على الجرف. تمام. راح ينزل. انا ايش راح اجي اول ما اجي على الملابس، ان كان تكرم لابس حذاء رياضي وجواريب، هذا فالشيء كلش راقي، لان على ريحه تكرم الحذاء والجواريب اطلعه. بس يعني اذا تحكي شط على عمق يعني مو متر ومترين. شاط عمق، انا وياك. الشاط مو بيه سمك؟ تمام. ريحه الشاط شنو؟ سمك. مو زفر؟ صح. الانسان لما ينزل بالشاط حيكلب على القصب، لو اكو جرف راح يطمس بيه بعد ما يطلع. زين ايش قد راح يبقى بالماء؟ 5 ايام. الافرازات، الدهنيات، السوائل اللي راح تطلع كلها بالجسم وين حتكون؟ حتكون على الحاشيه مال الجرف. فانت من تجي حشام من الملابس مالته راح يطلع لك نفس ريحه الهرمونات البشريه موجوده وين؟ بالملابس، فيطلعها. هو كشرح سهل بس كتنفيذ كل صعب. يعني انت اثناء حكيك وشرحك سويت شيء كلش بسيط بس هو صعب. بس تعال تخيل هذا الموقف. وانا عندي فيديوهات موجوده على اليوتيوب كليتها، ويجي كلب يوقف هذا المكان مثلا، هذا شيء يعني اغلبيه الشرطه الناريه مرات يعني يقول لي يعني معقول اسوي يشتمل، لان هذا التدريب الوحيد بالعراق انا ادربه. هو هذا التدريب حتى مديريه كلاب البوليسيه ما عاد هذا التدريب. انا حاب اطور نفسي. قال لي يعني هو معقول هو راح يشتم بالشط؟ قلت له ما يشتم. قلت له هاي يعطيني شرط يقول لي الجثه هنا. من اغلبيتي يطلعون الجثه بنفس المكان. انا واثق من تدريبه واعرف الحيوان، ده يعطيني اشاره يقول لي ده يعطيني اشاره الجثه بهذا المكان. واكو ثقه بالحيوان اكيد اللي عندك. اكيد. لا شلون هو يكون انت المدرب والكلب اثنيناتهم على اتفاق. انا اريد من الكلب يعطيني اوردرات وتدريبات واوامر ويتعرف لي على هالاشياء، وهو مقابلها يريد من عندي مكافآت. فمن يقوم يوصل مرحله يقوم يلقى لي جثته، يلقى لي شيء معين، يعطيني تنبيه يقول لي هي هاي هنا، انا اكد لك هنا. قلت لك يعني اذا مثل الحلقات القادمه اذا تحب اجيب لك الحيوان، واذا مثل عندكم مساحه كبيره سوي لك مشهد، جيب الحيوان وجيب شخص من الكادر من عندكم من عرفه وخبيه باي مكان واعطيني قطعه من الملابس مالته واسوي له سيرش واقول لك هو ما لنا علاقه به، هو يروح يحدده ويطلعه كشخص موجود. يعني ما تشيل هم هذا كابتن، نجيب لك ماكو فيت مشكله، بس نتمنى نشوف هذا الموضوع. زين كابتن، هل تدريب الحمايه الشخصيه يكون اصعب من هاي التدريبات؟ الحمايه الشخصيه بها هوايه اعازات، هوايه بها اصعب. احنا اغلبيه شنو نعاني من شنو؟ الكلاب البودي جارد. مو كل كلب يصلح بودي جارد، مو كل كلب. يعني اكو كلب تشوفه كلش حلو بالشكل بس هو لا يعض ولا هاي، واكو كلب عدائي ويا الكلاب، فتكون صعبه. احنا لازم تختار كلب البودي جارد. اول شغله احنا اللي نعاني من عندها المدربين كلاب البودي جارد، من ينزل للشارع ما يهجم على العالم، من ينزل بالشارع الشيء الاساسي ما يركض ورا القطط، لان انت ماخذه بودي جارد. صارت مشاجره وتعرضت المساله وشاف بزونه تركك انت تتعارك وراح اركض ورا البزونه، هاي ما لها علاقه. لازم الكلب من يطلع وياك بالشارع ينسى العالم الخارجي كله، فقط ارتباطه بك فقط. شايف بدول الخارج هواي تدري يعني بدول الخارج عندهم الكلاب اساس مهم، اساس عندهم شيء اساسي. كل بيت مثلا هواي شايف مره شفت فشي يعني بصراحه تاثرت بي. شفته يعني واحد قاعد على كرسي ودي يحرك الكرسي بس قدامه كلب، ما اعرف شنو نوعه بس كلب كبير يعني لا مجدود ولا شيء. يمشي كلب وقف بترافيك لايت، وقف ويا الناس، فتح اخضر الكلب هو تحرك. اي صح.
انا واقف دا باوع هذا الموضوع، يعني بصراحه صفنت. اي صح. شو التدريب هذا؟ التدريب هذا يعلموه. يعني انت شلون تعلمه على الترافيك لايت؟ هو حيوان ما يفتهم. مو هي اني هذا شلون تعلمه؟ ترى سهله مو صعب. انا اقدر اسوي هذا التدريب بالعراق، بس ما اكو يعني اقدر اطلع بالشارع، اطلع ويا الحيوان مالتي هذا صفر له، هذا يصيح له، تريد تعبر يجيك واحد يضرب الاشاره. اما هناك لا، عدم التزام. انت شلون تعلمه شلون الترافيك لايت؟ حول من احمر الى اخضر، احمر وقوف، اخضر يتهيأ، توقف ورا الترافيك لايت المدرب، والدوك انت وين؟ انت وبالعربانه هناك حاطه. من يوقف احمر صيح له ستي. تمام. ستي، يظل ستي. من يصير اخضر حيعطيه مكافاه، يعرف بعد حيطلع. فاثناء الممارسه راح يعرف اخضر يوقف، يتعلم. العفو، احمر يوقف، اخضر يطلع. يتعلم. هو وراها اني سالت بصراحه، طلع اكو مدارس خاصه، مدارس موجوده ايه للكلاب، فنتمنى هذا الموضوع يصير هنا عندنا اكيد هيك مدارس. سهل. انا اذا اكو واحد يدعمني اسوي لك تدريب بعد اوروبا 100 سنه ما اسوي. لا حكيته وتكلمنا بالتدريبات والمهام اللي دا تعلمها للكلاب، هذا الشيء كله صعب صراحه. يعني اول مره دا اسمعه الغرقان يطلع وهوايه اشياء. اي يعني هاي اغلبيتهم يقولوا لا، هذا احنا التدريب ما شافيه فقط بس بالافلام. قلت له لا، انت شوفه بالحقيقه مو بالافلام. وصح انا شايفه بس بالافلام. بس انت حضرتك تتكلم، وشون ما قلت يعني ان شاء الله بالحلقات الجايه اذا ان شاء الله صار يعني نقعد فت لقاء حلو نسوي هيك شيء. اي اجيب الحيوان مالتي الخاص واسوي لك وياه الترينك حقيقي يعني على الطبيعه. زين كابتن محمد، اريد فت رساله لجمهورنا اللي يشاهدنا هسه على اللي يربون هاي الكلاب، شو فت رساله لهم يعني؟ والله والرساله لبعض المربين، يعني اكو بعض المربين رساله لهم، العالم يعني تحترم حقوق الحيوان، حاطه بحديقه عنايه تسبحه، اكو دكتور بيطري يراجعوا له، واكو بعض رساله يعني لبعض المربين اللي هو شامره بالسطح، اللي حاطه بقفص اللي ما يطلع من القفص، اللي طاقوا زنجيل برقبته 24 ساعه، هذا كله خطا، هذا كله ياثر على نفسيه الحيوان. تلقاه يعني حالته النفسيه تعبانه، يهجم يعاض. ليش؟ لان الحبس يسوي هالسري عند الكلاب. صح. وبعدين انت اذا بالسطح بهالحر ما تستفاد من عنده شيء، يحتاج له حديقه، يحتاج يطلع تسوي له تدريب، الطلعه بالشارع يفتر يفرغ الطاقه اللي عنده ويرجع. اذا يبقى فوق وانت لا لقاح لا علاجات، حرامات، يعني ما راح تستفاد من عنده، ده يأذي للحيوان. الاكل مالته كابتن، اكو اكل جاهز دراي فود، اكل الجاهز مالته لو نقدر نعطيه اكل من البيت طبيعي عادي؟ اي يصير، تقدر حتى الدراي فود. اكو شغله يعني هو الدراي فود اذا تستخدمه اكثر من اللازم يسوي فشل كلى عند الكلاب. املاح تلقى مي ما يشرب قليل. بس انت اذا تجي على اكل مال البيت، اكل مال البيت صحي، بس مو من الاكل اللي بيه دهن وبصل وهاي، لا. اكل انت تقدر تسلق صدر دجاج، تمن، تحط شويه خضروات، وتقدر تجيب له قلاص دراي فود تخبطه وياه تعطيه. نجي مثل اكو اغلبيتهم المتعارف عليه يروح يجيب له عظام مال افخاذ، هاي غلط. لان هو الحيوان ما ياكل، يبلع. صح. من اللي يبلع راح تتراكب العظام، راح تجرح الامعاء مالته، يصير خروج دم. فتقدر تعطيه عظم مال هوش ماكو اشكال. ما مسلوق بعد احسن، تعطينيه ما ياثر. ليش ما مسلوق؟ لان هذا اذا مسلوق وظل يعضعضه راح يتفتت، قلت لكم ما يبلعون، راح يجرح. فعوفني فينظف اسنانه، بنفس الوقت تقوى العضه، بنفس الوقت كالسيوم. كتدريب ويصير لك عضه مالته. عضه مالته تصير كلش قويه، قوي فتشه. شكرا كابتن على المعلومات، شكرا لان اعطيتنا من وقتك لا بخدمتكم. شكرا لك حبيبي، شكرا لحضورك ويانا. شكرا.